السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملناها في رمضان قبل كده كتير واتطلبت مني بعد رمضان. طبعا ريحتها بصراحة لا تقاوم. أول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول وتعالى مع بعض نشوف رقيش بشمر وينسون. حاجة كده تحفة وريحتها جايبة آخر الشارع. عندي هنا معلقتين من اليانسون، معلقتين من الشمر، حمصتهم على النار وطحنتهم بالشكل ده. وعايزة اقولك الريحة كانت فظيعة وهما متحمصين ومطحونين كده. عايزين يعني بصي يتاكلوا كده من غير ما تحطيها في اي عجين ولا حاجة. عندي هنا معلقة من ريحة الكحكة زي ما انت شايفة. بوريها لك كده. طبعا البطرمان ده كان مليان في رمضان بس الحمد لله يعني خلص. عندي كيسين من الخميرة، عندي معلقة كبيرة من السمسم، نص كوباية من السكر. نص كوباية دي اللي هي بتاعة الشاي الصغيرة مش الكبيرة عشان متبقاش مسكرة قوي. تمام. معلقة كبيرة من السمسم، ودي برضو اخر حاجة عندي من السمسم برضو. عندي كوباية من اللبن الرايب او الزبادي او اللبن العادي خالص. ده لبن رايب. وزي ما انتم شايفين انا هعجن النهارده بالدقيق العادي وحبيت اوريهولكوا. مرضتش احطه في العجان زي كل مره عشان تشوفوا انا بعجن بايه. في ناس كتير قوي بتفكر لما المعجنات بتبقى ناجحه معاها ان احنا جايبين دي متخصص للكحك، بسكوت، قراقيش، الكلام ده. لا، انا بعجن عادي يعني. اي حاجه تيجي قدامي عادي بعملها، يعني مش شرط اللي هي يبقى دي متخصص. قلنا قبل كده دي عشان لو انت خايفه لا يكون في عرق ولا لا، تحطي فيه معلقتين من النشا لو انت مش متاكده منه. انا متاكده من الدقيق بتاعي لان انا بشوف ال المحل اللي انا بشتري منه، بشوف نوع الشكارة اسمها ايه، وبشوفها مستخلص من 72% من ال الدقيق ولا لأ، او يكون مثلا في عرق. فطبعا لو ليه عرق احط معلقتين نشا على كيلو الدقيق. تمام. مش هطول عليكم، انا هحط هنا بقى افضي 2 كيلو من الدقيق زي ما انتم شايفين بالشكل ده. واحط كل المواد الجافة عليها، اللي هي المواد الجافة اللي هي ايه: السمسم، ريحة الكحك، السكر. هشيل بس معلقة صغيرة على جنب كده احطها على اللبن عشان الخميرة. واحط بقى البيكنج باودر والفانيليا، رشة الملح. كل حاجة بقى جافة هنحطها هنا دلوقتي وهنقلبها قبل ما نحط السمنة. تمام. بالشكل ده كده. مفيش اسهل من كده. تعجني على ايدك سهل جدا. هتعجني في عجان برضو سهل جدا. انا حطيت هنا معلقة صغيرة. طبعا الكاميرا كانت بتترفع لفوق لوحدها بالشكل ده. حطيت السكر وسبت معلقة صغيرة بس احطها على ال... الخميرة. واللبن هنا انا بقولك لبن رايب، او لو عندك لبن قطع منك لبن عادي خالص. ممكن لبن بودرة تحطي معلقتين كبار وتقومي حاطة عجنة بالمية عادي مفيش مشكلة. حطيت هنا 4 معالق من الشمر واليانسون، وزي ما انتم شايفين كده. انا طحناه نص طحنة بالشكل ده. كان اخر شوية حطيتهم اهو. طبعا انا مش بطحنه كله واسيبه في بطرمان عشان الريحه بتاعته ما تروحش. انا بطحن على قد الكميه اللي انا هستخدمها. حطيت معلقه مش مليانه قوي من ريحه الكحك، طبعا علشان ريحه الشمر واليانسون هتغلب شويه على ريحه الكحك. وحطيت الفانيليا. هقلب بقى كل المواد الجافه كده علشان لما اضيف السمنه ما تبقاش في حاجه، ما تكونش حاجه مثلا ما اتقلبتش من المواد الجافه. تمام. هقلب كويس كده واتاكد ان كل المواد اتقلبت مع بعضها، وبعد كده هضيف السمنه. عندي هنا على الاتنين كيلو دقيق عندي 950 جرام من السمنه. عايزه تشيلي ال 50 جرام او ال 150 جرام مثلا وتضيفي مكانهم زيت، مفيش مشكله. لو انت بتحبيها مقرمشه شويه، انا بحبها طريه ناعمه كده. طبعا بدي فرصة عشان لو مثلا قعدت كام يوم كده او قعدت لها اسبوع ما تاكلتش مثلا طورت شوية ما تتشافش معايا، لان طبعا الزيت بينشف ويقرمش القراقيش. وفي نفس الوقت السمنة بتطريه. تمام. فاحنا لما نحط سمنة هتطولي يعني عمر الكحكة هتبقى ناعمة معاكي لأكتر فترة ممكنة. انا هنا شغلت العجان كده. هنيجي بقى يعني حطيت العجان واستنيت شويه بس عشان السمنه تنزل لتحت للدقيق علشان ما اجي اشغل العجان ما بهدلش الدنيا. انا هنا بحط الخميره، كيسين خميره.
طبعا الكيس ده مكتوب عليه لعمل نص كيلو من الدقيق، بس طبعا انا مش بقتنع بيه. يعني انا بحط الكيس ده على كيلو دقيق، وطبعا بكتفي برضو اللي فيه بيكنج باودر. والجو حر كمان، وكل ما يكون الجو حر للمعجنات ما حاولي ما تكتريش الخميره فيها كتير. تمام. انا هنا قلبت السكر مع الخميره مع اللبن الرايب بالشكل ده، وهضيفهم مع بعض. زي ما انا قلت لك ان انا موقفه العجان شويه علشان خايفه الدقيق والسمنه ينطروا بره، علشان طبعا الكميه كبيره على العجين. بحاول بقى اشغلها على اول درجه كده زي ما انتم شايفين لحد ما تتشرب كل الدقيق. وبعد كده هعلي السرعه شويه دلوقتي بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. طبعا مش هضيف اي سوائل الا لما السمنه والدقيق يتقلبوا كويس، اكني ببس العجينه بايدي زي ما انتوا شايفين كده. لما الاقي العجينه خدت بجنب كده واتقلبت من الجناب كويس، هنزل السوائل زي ما انتوا شايفين. هنزل اللبن كميه كبيره الاول، وبعد كده هنزل وراهم كوبايه من الميه الدافيه خالص. عفوا. طبعا ما ينفعش ان انا احط اللبن على الميه، لا انا عشان ممكن العجينه ما تاخدش مني كميه السوائل كلها، فابقى انا ما استفدت باللبن اللي موجود. انا دقت اللبن بالخميره بالسكر الاول، وبعد كده زودت شويه ميه في مقعد الكوبايه كده زي ما انتم شايفين. بصوا انا بعاير بالطبق ده علشان اعرف المقدار كله قد ايه. طبعا العجينه طالما لسه ناشفه وبتشقق معاكي لازم تتعجن كويس وتحط لها سوائل حاجه بسيطه. فلقيتها انا هختبرها دلوقتي معاكم. على فكره انا في الوقت ده كده كنت مفكره الكاميرا مفصوله، فكنت بصور عادي يعني. فانا هنا زي ما انتم شايفين هوقف دلوقتي وهختبر العجينه. لما الاقيها ما بتشققش معايا هلاقيها خشنه شويه حاجه بسيطه، فهزودها شويه ميه صغيرين وهلفها لفتين تاني في العجان. حاولي لما تزودي السوائل ما تعجنيش كتير في الدقيق في العجينه بالزيت، خصوصا ما تكون عجينه نواعم زي كده، علشان العجينه يعني ما تنشفش معاكي في التسويه. بعد كده هتلاقي القرقيش بتاعتك نشفت بعد كده. بصوا في الشكل ده كده. انا كنت مفكره ان الكاميرا مقفوله والله، وكنت بصور عادي. انا هنا بختبر العجينه بالشكل ده، هلاقيها لسه عايزه تتقلب تقلبتين تاني، فهلفها تاني تقلبتين كده بحيث ان هي تترى شويه معايا. جيت بقى خلاص العجينه خلصت، وهنيجي ناخد اول قطعه. طبعا انا مسبتهاش يعني تخمر لمده ربع ساعه ونص ساعه، لا انا وقفت العجان كده على مساحه الرخامه وجهزت السجون بتاعتي وكده. ابتديت ان انا اشكل على طول، لان طبعا العجينه وفيها خميره وبيكنج باودر والجو حر، فهتشتغل معايا على طول الخميره، مش محتاجه ان انا استنى عليها شويه. تمام. لو الجو ساقع ماشي هسيبها تستريح شويه. هبتدي بقى اخد حته عجينه كده بالشكل ده واسوي الجناب بتاعتها، واحاول اسوي السمك بتاعها بالظبط، ما يبقاش مرتفع من جنب والجنب التاني مهبط كده. هتلاقي الرقيش بتاعتك يعني ناشفه كده من حته وطريه من حته. فحاولي ظبطي ايدك بالشكل ده، ويسوي من الجناب كده، وسوي برضو من الحروف وكده. وبعد كده هقطع بقى حسب السمك، يعني الارتفاع او الحجم اللي انا عايزاه في الفطاير، في القراقيش. عايزاها رفيعة، عايزاها تخينة، عايزاها اي حاجة بقى، اي حجم انت عايزاه براحتك. زي ما انتوا شايفين كده الحجم بتاعي ده يعني يعتبر مناسب للمحلات اللي احنا بنجيب منها وكده. بصوا الحجم. طبعا هتعلى اكتر من كده شوية حاجة بسيطة وتنتفخ شوية. هجمع بقى كل اللي انا قطعته ده كده بالشكل ده واكمل، وبعد كده اجيلكوا اوريكوا الكمية كلها. الكمية دي عملت معايا الاتنين كيلو دي عمل معايا 4 سيكون. طبعا احنا عارفين سعر القراقيش دلوقتي بكام. سيدة بلبن بأي حاجة يعني. احنا بنعملها بعجوة وبملبن وسادة.
اللي هي الساده، وفي برضو اللي هو بالشمر واليانسون اللي هي دي. فكل حاجه ولها حاجه. ادي الكميه كده بالشكل ده. طبعا انا ابتديت اللي انا دلوقتي ادخل الفرن، ف في صاج في الفرن كده، وهوريك التلاتة الباقيين بالشكل ده كده. انا كده خلاص هدخل بقى الفرن، وتعالوا مع بعض نشوفهم بعد ما طلعوا هيبقوا عاملين ازاي. عايزه اقول لكم الريحه تحفه جدا جدا جدا، وليهم حق يطلبوها تاني وتالت وعاشر كمان. ومهما اعملها مش هزهق منها لانها خفيفه كده وريحتها تحفه جدا. على فكره ممكن تحشيها عجوه وتبقى طعم الشمر وينسون، مفيش مشكله. ممكن تعجنيها بجبنه، تحشيها بجبنه، وتبقى برضو ريحه الشمر وينسون فيها. بصراحه يعني انا بعشق الريحه دي جدا، وخصوصا لما العجينه كده تكون نيه ولسه ما دخلتش الفرن. بصوا هنا انا كنت ماسكه الكاميرا بايدي، ف يعني سامحوني بقى. هوريكم كده العرقيش بتتكسر في ايدي بالشكل ده، من غير ما اكون محتاجه لاي حاجه. يعني مش محتاجه ان انا امسك اي حاجه بايدي بالشكل ده كده. بصوا بتتكسر بسرعه ازاي ودايبه ازاي. بصوا انا عايزه اقول لكم الستاك لسه سخن على فكره، بس عايزه والله عايزه اقفل الفيديو واخلص، فمستعجله عليه شويه. المشكله اللي انا في صاجين طلعوا قبل ده، وانا نسيت وعبيتهم في العلب بتاعتهم، فما افتكرتش اللي انا بصور اصلا الا لما طلعت الصاج ده. فقلت اوريهولكم. انا كنت مطلعه صاجين قبليه على فكره، بس محطوطين في العلبه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو ما اشتركتيش. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.